السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين مطبخي مطبخ ذكاء العبادي، وحياكم الله من وين ما تابعتونا. اليوم القالب تزيينه جدا بسيط وسهل، لكن الفيديو شنو؟ الفيديو تثبيت القوالب العالية بحيث ما توقع بالنقل أو أثناء التقطيع ولا تميل ولا الطبقات تتزحلق. بالبداية عندنا جبت 3 أعواد، وإذا حصلت عود يعني أساسا الوتد خاص بالطوابق ذاك الثقيل بعد أفضل. هنا إذا ماكو 3 تلفون بتيب وتحددون الطول حسب ارتفاع القالب مال الكيك. هنا هذا واشر حبايبي ولزقتهم بسيليكون. منها ما طلعته، ليش؟ لأن أنا عندي طبقة واحدة. لو كان هذا القالب طوابق لا، لازم أجيب القاعدة خشب ثقيلة وافتحها فتحة بالنص وأخلي وتد. الدنيا صيف وحارة والقوالب صعب توصل، يعني حتى لو جمدناها يعني النقل جدا صعب. هنا القاعدة هذه فتحتها فتحة من الوسط على قياس الكيكة، أخذت قياس القاعدة بالضبط بقدها. وحددت المكان اللي راح أثبت بيه هذه القاعدة الصفراء وخططته، وبعدين جبت نستلة ذوبتها، النستلة بلوك ذوبتها حبايبي أو مثل ما تسميه قناش شوية، وخليت بالقاعدة. هنا من خليتها لحمة لحيم يعني بشكل، فصارت جدا قوية، ما أخاف عليها تنقلب. يعني إذا أميل القالب بعد ما يوقع خلاص، خصوص إذا حشيتوا وكملتوا وجمدتوا القالب راح يعني يصير عندكم بالفعل يعني فد شي راقي جدا وثابت جدا. هنا أنا بس حبيت إنه أفيدكم بهاي المعلومة، خصوص الدنيا حارة، كيك العالي تزحلق طبقاته، فمن الأفضل إنه يكون الكريمة أما فقط يعني تسوينها داير حبل، داير مداير الحواف القالب، وتحشين بالوسط أو تخلين طبقة خفيفة جدا يا دوب تشربها الكيكة. لأن إذا ما نخلي نهائيا ولا طبقة كريم صعب إنه نفرد الحشوات. بالنسبة لي أنا بكل طبقة حوالي 1.5 إلى 3 ملاعق من الحشوة أخلي بدون شفتون يعني من السطل قبل للكيك، ما أخففه. إذا أخففه أحس يروح طعمه يعني ما أستلذ بيه. وهذه طبقة خفيفة أيضا من الكريمة فوق لب الجوز حتى تلتصق الطبقات فوق بعضها. ونفس التدريب على باقي الطبقات، وكل شوية أني عدة حشوات خليت وطبقتهم فوق بعض. هذه توفي وآخرها حشوة من القناش، وهاي الطبقة الأخيرة. القالب عالي حبايب جدا، تقريبا 24 سنتيم. هسه هذا الشبر أنا إيدي شوي خشنة، شوفوا هذا الشبر، فوق الشبر عندنا طبقتين كيك، يعني عالي جدا. هنا أكيد إحنا بعد ما نطبق الطبقات راح يصير عندنا ناس داخل وناس طالعة، فنحاول إنه نراوس القالب بهذا الشكل. إذا وصلتوا هنا ويانا حاولوا تدوسون اللايك فضلا وليس أمرا حبايبي، حتى يرتفع الفيديو ويستفاد غيركم من المعلومة. أنا سبق إنه قلت لكم القالب جدا بسيط، والمعلومات تختصر عن تثبيت فقط القالب حتى لا يتزحلق أثناء النقل، خصوصا الطبقات العالية، وحتى أثناء التقطيع ما تميل أو توقع، أو أثناء يعني تحركها من مكان لمكان. تقدرون بهذه بدل هذه الفقرة
إنه أنا هنا أول طبقة من الكريمة خفيفة، تخلون قناش وهذا راح يماسكها أكثر وينفع بالجو الحار. أنا سرعت الفيديو قدر الإمكان لأن المهم البداية، وهنا مجرد يعني تزيين بسيط جدا 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 يعتمد على الثقل وأشياء جاهزة نثبتها حسب الذوق. راح استخدم هذه الاسباتولا وجدا شي بسيط، مو من الأسفل للأعلى، لا من الأعلى إلى الأسفل وأسحب. هسه راح نزل إيدي أني فوق، نزل إيدي وأسحب للأعلى مرة ثانية، شي بسيط جدا. طبعا تعذرون ان الكهرباء تطفي وترجع، فكل شوية ينطي الإنارة، مرة اعتمد على الرينج لايت ومرة اعتمد على الإنارة مال المطبخ. تزيين جدا بسيط حبايبي. المهم حبايبي تثبيت القالب، وإن شاء الله تكون استفاديتوا من الفيديو. وهذا اللون إذا حبيتوا كتبوا لي حتى أسوي لكم بيه فيديو خاص بهذا اللون، الأغلب تحتاجه بالملابس العسكرية. إذا حبيتوا حتى أسوي لكم بيه فيديو بسيط. هذا ترتر أسوي بيه الحواف. وهسه نضيف الحبشكلات ذني فرمانسيل، كرات التزيين، وأيضا نباتات طبيعية مجففة مثل السعف، مثل الورد. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والتعليق بالصلاة على محمد وآل محمد، وأي سؤال أنا بالخدمة. وفي أمان الله وحفظه.